السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. كنتمنى اللي شاف الفيديو ما ينسانيش من جيم وبارطاج باش تطلع لينا القناة شوية فضلا وليس امرا، ونخليكم مع الفيديو. في هذا الفيديو غنحضر معكم البطبوط كما قلت لكم. ندوزو لطريقة التحضير. عندي هنايا 450 غرام ديال الدقيق ديال الفورص، غادي نزيد عليها تقريبا 200 ديال الفينو وكنغربلهم. غادي نزيد عليهم معلقه السكر، معلقه ديال الملحه، وعندي هنا معلقه الخميره ذوبتها، وغادي نجمع العجينه بالماء دافي. وكنبقى نزيد في الماء حتى كنجمع العجينه كامله. وهنا بعد ما جمعت العجينه غادي ندلكها شويه. وهنايا بعد ما جمعتها غادي نغطيها بواحد الميكا ونخليها ترتاح. ندهنها بشويه الزيت من قبل، ونخليها ترتاح. وهنا بعد ما ارتاحت لي العجينه غادي نقسمها. كنرو ليها شويه عاد غادي نقسمها. هاد العجينه كتخرج لينا 6 البيضات، الا كانوا شويه كبار، الا بغيناهم صغيورين راه تقدر تخرج لينا حتى ل8. وغادي نكورها كامله. وهنا غادي ندوز باش نحضر الحشوه باش غادي نعمر البطبوط. هنايا عندي واحد البصله مقطعه رقيقه، وهنا عندي فلفله الوان، عندي فلفله حمراء وخضراء وصفراء. غادي نشحرهم شويه حتى يطلقوا. وهنايا غادي نضيف عليهم الكفته ديال لادانت، ممكن نضيفوا كفته عاديه ديال بقري ولا غنمي، وممكن حتى صدر ديال الدجاج يكون مقطع رقيق. وغادي نشحرهم مزيان. عندي هنايا واحد الراس ديال الثومه، فص ديال الثومه، وشويه الملحه وشويه البزار وشويه ديال التحميره وشويه الخرقوم. هاد الحشوه كتجي بنينه. وهنا بعد ما طابت لي غادي نخليها تبرد. وهنايا دزت باش نسرح
العجينة وباش نحط فيها الحشوة كما كتلاحظوا. حتى الحشوة كتجي كمية مزيانة، يعني الا قسمنا العجينة على 8 البيضات صغار راه غادي تكفينا. وغادي نستمر بنفس الطريقة تنكمل البيضات كاملين. وهنا بعد ما كملتهم غادي ندوز باش نسرحهم، ومن بعد ما كنسرحهم كنخليهم واحد ربع ساعة يرتاحوا، ومن بعد ندوز باش نطيبهم. وهنا بعد ما سخنات لي المقله غادي نحط فيها البطبوط. وها هو البطبوط بعد ما طاب. كيجي طري ولذيذ تبارك الله. وكنتمنى ما تنساونيش من جيم باش يطلع الفيديو وباش تطلع القناة، نحققوا غير الشروط. واللي شاف القناة ديالي ما ينساش يبارطاجي الفيديو. وشكرا وبصحة وراحة.